الفيديوهات بجد، لان انا اول مره اروح المتحف المصري كنت فرحانه جدا. اسكت؟ لا طبعا، قلت لازم اصور لان انا عارفه ان في ناس كتير ما راحتهوش قبل كده. النهارده هحكي لكم حكايه المتحف وليه اتعمل وتروح المتحف ازاي وهيكلفكم قد ايه. بس يلا، لو لسه ما اشتركتوش في القناه اشتركوا واللايك الجميل وكومنت برايكم في الفيديو. يلا بينا. بدات قصه المتحف لما الاجانب كانوا بيجوا مصر بيعجبوا بالفن المصري القديم، وكانوا بيجمعوا الاثار المصريه ويودوها المدن الاوروبيه الرئيسيه. بدات تجاره الاثار المصريه تعلى وكانت ماشيه معاهم زي الحلاوه، وكانوا الاوروبيون بيقدموا الاثار المصريه كهديه لانها قطعه نادره في القرن ال19. كانت التوبيت من اهم القطع اللي كان عليها الطلب كتير جدا. كان المصريين في الاول الامر ما كانوش فاهمين ليه الاوروبيون بيهتموا بالاثار بتاعتهم. زمان في حكم محمد علي باشا بدات استراتيجيه جديده اساسها ان تنفتح مصر على العالم الغربي. وفي عام 1835 اصدر محمد علي باشا مرسوما بانشاء مصلحه الاثار والمتحف المصري، وقام بتعيين يوسف ضياء افندي تحت اشراف الشيخ رفاعة الطهطاوي ليتولى مهمه الاهتمام بالاثار الماضيه. ونجح في تحذير الراي العام بقيمه الاثار، وامر باصدار قرار في 15 اغسطس 1835 بمنع التهريب والاتجار في الاثار المصريه، بل ضروره صيانتها والحفاظ عليها. وكان المتحف المصري في ذلك الوقت يطل على بركه الازبكيه، ثم تم الحاقه مدرسه الازهر. بدا يوسف ضياء افندي مدير مصلحه الاثار بالتفتيش على اثار مصر الوسطى التي كان يعثر عليها الفلاحون في عام 1848. كلف محمد علي باشا إنان بك وزير المعارف بوضع بيان شامل على المناطق الاثريه وارسال الاثار المهمه الى المتحف المصري، ولكن العمل ده ما تمش لان محمد علي مات عام 1849. وبعدها عادت تاني ظاهره الاتجار بالاثار الى الظهور، واخذت المجموعه التي كان يضمها المتحف في الازبكيه بالانكماش حتى تم نقلها الى قلعه صلاح الدين في صاله واحده. مما زاد الامر سوءا لان الخديوي عباس الاول قدم الصاله كامله هديه للدوق مكسيميليان النمساوي اثناء زيارته القلعه. استمرت الاثار المصريه تتعرض للسلب والنهب والدمار الى ان اصدر الخديوي عباس اوامره الى المديريات بفرض رقابه شديده على الاجانب والمصريين الذين كانوا يقومون بسرقه الاثار واخفائها وبيعها، لحد ما جه اوجست ماريت هو الذي اكتشف مدخل السربيوم بسكارة وقام بعمل حفائر في جبانة العجل أبيس. استمرت 3 سنوات، وأقنع أولي الأمر بإنشاء مصلحة للآثار المصرية ومتحف المصري. وفي 19 يونيو 1858 وافق الخديوي سعيد على إنشاء مصلحة للآثار المصرية. قام بتعيين أوجست ماريت مأمور لأعمال الآثار في مصر وإدارة الحفائر، وبدأ ماريت عمل برنامج مكثف للبحث الأثري وإنشاء مخزنا للآثار على ضفاف النيل ببولاق. وتحول في 5 فبراير 1859 إلى متحف عند اكتشاف كنز الملكة إياد حتب بمنطقة دراع أبو النجاة بطيبة. وكان من أهم القطع المكتشفة التابوت الذي وجد بداخله مجموعة من الجواهر والحلي والأسلاح التي كانت على درجة عالية من الروعة. خلت الخديوي سعيد متحمسا جدا لإنشاء متحف للآثار المصرية في بولاق. بالفعل تم بناؤه بس في عهد الخديوي إسماعيل، وافتتح للزيارة للمرة الأولى عام 1863. كان المتحف في بدايته مبنى ضخما يطل على النيل وسمي دار الآثار القديم، إلا إنه تعرض للفيضان النيل في عام 1878 فغمرت المياه قاعات المتحف لدرجة إن مجموعة من المعروضات ذات قيمة فنية فقدوها. اعتبر ماريت متحف بولاق مكان مؤقتا. بعد حادثة الفيضان وجد إن الفرصة جات له إنه يطلب إنشاء مقر دائم للمتحف ذو قيمة كبيرة على استيعاب مجموعة أكبر من الآثار، وفي الوقت نفسه يكون بعيدا عن الفيضان. وبعد وفاة ماريت مسك بعده المنصب غاستون ماسبيرو الذي حاول نقل المتحف من مكانه في بولاق لكن لم يحالفه الحظ. وفي عام 1889 وصل الحال بالمبنى الذي يحتوي على مجموعات من الآثار إلى مكان مزدحم، ما كانش فيه حجرات فاضية في القاعات العرض أو المخازن للمزيد من الآثار. وكانت الآثار اللي بيلاقوها من خلال الحفائر يسيبوها في المراكب بمصر العليا لفترات طويلة. أدى هذا الوضع المأساوي إلى تنازل الخديوي إسماعيل عن أحد قصوره بالجيزة في المكان التي تقع به حديقة الحيوانات الآن ليكون مقر جديد للمتحف. وما بين الصيف ونهاية عام 1889 كان قد تم نقل جميع الآثار من متحف البولاق إلى الجيزة، وقام بإعادة تنسيق القطع الأثرية في المتحف الجديد العالم دي مورجان بصفته رئيس للمتحف. وفي الفترة من 1897 إلى 1899 جاء لوريال كخليفة لمورجان، ولكن عاد ماسبيرو تاني ليدير المتحف من عام 1899 ل
1914. وضع تصميم المتحف المعماري الفرنسي مارسيل دورنون عام 1897 ليقام بالمنطقة الشمالية لميدان التحرير على امتداد سكنات الجيش البريطاني بالقاهرة عند قصر النيل مكانه دلوقتي، واحتفل بوضع الحجر الأساسي في 1 إبريل 1897 في حضور الخديوي عباس حلمي الثاني ورئيس مجلس النظار اللي هم الوزراء وكل أعضاء وزارته، وتم الانتهاء من المشروع على يد الألماني هارمان جراب. في نوفمبر 1903 عينت مصلحة الآثار المهندس المعماري الإيطالي أليساندرو بارزنتي التي تسلم مفاتيح المتحف في 9 مارس 1902، ونقل المجموعات الأثرية من قصر الخديوي إسماعيل بالجيزة إلى المتحف الجديد، وهي عملية استخدم فيها 5000 عربية خشبية. أما الآثار الضخمة تم نقلها على قطارين سيرا ذهابا وعودة 19 مرة بين الجيزة وقصر النيل. حملت الشحنة الأولى 48 تابوتا حجريا وزنهم أكثر من 1000 طن، وتم الانتهاء من عمليات النقل في 13 يوليو 1902. تم نقل ضريح مريض إلى حديقة المتحف تلبية لوصيته التي عبر فيها عن رغبته في أن يستقر جثمانه بحديقة المتحف مع الآثار التي قضى وقتا طويلا في تجميعها خلال حياته. في 15 نوفمبر 1902 تم افتتاح المتحف المصري رسميا. دي كانت قصة المتحف، يا رب تكون عجبتكم. تعالوا اقول لكم تروحوا ازاي. هتركبوا مترو، تنزلوا في محطة انور السادات، بتطلعوا من المترو هتلاقوا المتحف قدامكم على طول. الموضوع كلفنا 24 جنيه، 14 مترو و10 جنيه دخول المتحف. يا رب يكون الفيديو عجبكم والقصة. استنوا الجزء الثاني من جوه المتحف. يلا باي.